قبل اي حاجة حابب افكركم بوصولنا ل2000 متابع، وده بفضلكم انتوا بعد ربنا، دعمكم وكلامكم الحلو اللي بيحفزني اكمل واقدم لكم احسن محتوى. كل لايك، كل تعليق، كل شير بيفرق معايا اكتر مما تتخيلوا. شكرا من قلبي لكل واحد فيكم، وان شاء الله القادم احلى واقوى بيكم. قصة النهاردة هتكون عن اتوبيس رقم 13، وهحكي القصة على اساس انا البطل، اتكلم كأن عن نفسي يعني. ويلا بينا. كانت الساعة عدت نص الليل والشارع شبه فاضي، بس كانت فيه شوية انوار ضعيفة بتنور الاسفلت. كنت واقف عند الموقف مستني اي مواصلة توديني البيت، والبرد كان بيعض في عظمي. وفجأة ظهر اتوبيس قديم شكله مهلوك، رقمه كان غريب، 13. الباب فتح بصوت صرير غريب. طلعت وقعدت في الكرسي الوراني جنب الشباك، وحسيت بحاجة مش طبيعية. الركاب كانوا ساكتين بشكل مريب، وشهم للقدام، ومحدش كان فيهم بيتحرك ولا بيتكلم. السواق كان لابس كاب مغطي نص وشه، وكل ما ابص في المراية اللي فوق دماغه الاقي عينيه بتلمع بشكل مش مريح. الطريق اللي كنا ماشيين فيه كان ضلمة، وما كانش فيه عربيات تانية، كأننا في عالم تاني. بعد 10 دقايق لاحظت حاجة غريبة. الاتوبيس كان بيعدي على نفس المكان، نفس العمارات، نفس المحلات، بس المرة دي كان شكلها قديم، كأن الزمن رجع لورا. لفت نظري ست كبيرة كانت قاعدة جنب الشباك، كل شوية تبصلي وتهمسلي بكلام مش مفهوم. قربت منها وقلت: حضرتك بتقولي ايه؟ بصت لي بنظرة مرعبة وقالت بصوت متقطع: ما تتحركش، ما تتحركش، هيحسوا بيك. قلبي وقع في رجلي، حسيت برجلي بتتجمد في الارض، وبصيت قدامي. فجأة السواق اتحرك بطريقة غريبة، رقبته لفت بشكل مش طبيعي، وعينه لمعت اكتر وابتسم. فجأة الاتوبيس وقف والباب اتفتح، ونزل واحد من الركاب. بس لما بصيت وراه ملقتش حد بينزل، كأن الارض بلعته. بصيت حواليا لقيت الركاب كلهم بيبصولي بنفس النظرة الفاضية، وكأنهم ميتين. الست اللي جنبي همست تاني: لو ما نزلتش دلوقتي وعمرك ما هتنزل. حسيت بجسمي بيرتعش، جريت ناحية الباب ونطيت بره الاتوبيس قبل ما يقفل. وقعت على الارض، ولما رفعت راسي الاتوبيس اختفى في الضلمة، كأنه ما كانش موجود اصلا. من يومها وانا كل ما اعدي على نفس الموقف ما بشوفش الاتوبيس ده تاني، بس ساعات بسمع صوت صرير الباب وكأنه لسه مستنيني. بعد اللي حصل حاولت اقنع نفسي ان كل ده مجرد هلاويس بسبب التعب، لكن جوايا كنت عارف ان كل اللي شفته ده حقيقي. المشكلة ان الرعب ما انتهاش بعد نزولي من الاتوبيس، بل بالعكس بدأ من اللحظات دي. الليلة اللي بعدها وانا ماشي في الشارع قرب البيت سمعت صوت صرير باب اتوبيس، نفس الصوت اللي سمعته لما كنت راكب. قلبي بدأ يدق بسرعة، لفيت ورايا ولكن ما كانش فيه اي حاجة، الشارع فاضي. دخلت الشقة وقفلت الباب بالمفتاح، لكن الاحساس الغريب كان لسه مسيطر عليا. قعدت على الكنبة حاولت اهدى، لكن فجأة لمحت انعكاس في مراية البوفيه. بس كان في حاجة غلط، انا كنت قاعد ثابت لكن انعكاسي كان بيتحرك. وقبل ما الحق استوعب انعكاس ابتسم ابتسامة مرعبة، ومد ايده باتجاهي كأنه هيطلع من المراية. صرخت ونطيت له ورا، ووقتها النور اتطفى. صحيت على صوت المنبه، لقيت نفسي مرمي على الارض كأن اللي حصل كان كابوس. بس لما بصيت ناحية المراية لقيت بصمات ايدين مطبوعة عليها. قررت اتجاهل اللي حصل، نزلت اروح شغلي، لكن وانا في الطريق حصلت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. وقفت عند الموقف وبدون تفكير بصيت ناحية الشارع، وكان هناك نفس الاتوبيس رقم 13. المشكلة الاتوبيس كان واقف في نص الطريق من غير سواق، وبابه كان مفتوح كأنه مستنيني. جريت بسرعة بعيد عن المكان، لكن كل ما اتقدم الاقي الشوارع اللي كنت ماشي فيها بقت فاضية اكتر واكتر. الاضاءة بتخفت والهواء بارد بطريقة مش طبيعية. بعد وقت مش عارف قد ايه لقيت نفسي واقف قدام محطة قديمة كأنها مهجورة من سنين، وكان الاتوبيس هناك، بس المرة دي مكتوب على شاشته الأمامية واجهة غير معلومة. وفجأة الباب اتقفل بصوت قوي، وبعدها سمعت همسات جاية من جوه الاتوبيس، أصوات ناس بتصرخ بتناديني باسمي. وقتها سمعت صوت مألوف، صوت الست العجوزة اللي كانت معايا في الاتوبيس قبل كده. لسه فاكرني؟ قلتلك تهرب من بدري، بس الظاهر انك بقيت واحد منهم دلوقتي. اتجمدت في مكاني، بصيت حواليا لكن مفيش اي حد الا ظل طويل واقف بيقرب مني. الظل ده وقف عندي، وقبل ما اقدر اتحرك حسيت بحاجة باردة بتلمس ايدي، وبعدها كل حاجة بقت ضلمة. صحيت تاني يوم بس في مكان مختلف، كنت قاعد في كرسي جوه اتوبيس. الاتوبيس كان بيتحرك،
بصيت حواليا لقيت الركاب ساكتين ووشهم للقدام، ونظرتي وقعت على الشاشة الأمامية للأتوبيس، وكانت مكتوب عليها الأتوبيس رقم 13 راكب جديد. وفجأة شفت واحد بيركب الأتوبيس شكله مألوف، كان أنا.